علاه قالوا العلماء 37% تاع الطلاق يندار في العام الأول، والباقية يعني النسبة اللي بقات في السنين كاع الأخرى 37%. عجبني واحد العالم ضرب مثال، خاطش علاه من تتزوج بها جديدة المرأة هذيك قبل الخطبة هذاك غير التشكيل، هذاك ما كان لا كونت لا إيداع، هذاك غير الهف يسموه هف، تكذب عليها وتزوق روحك وتكستها ودير ريحة إلى هذاك حايبة هذاك مازال راك متغرون وهي متغرونة، مازال ما دخلتوش السوق ما تعرفوا شهو السوق، والدنيا شاهية ودار شاهية وتربية ولاد شاهية وزوج عقليات ماشي كيف شاهية. هذا هو. ولهذا هذا العالم جاب مثال باللي وحده تزوجت مع واحد، شتا هذيك الحياه اللي يسموها شهر العسل ولا ما عاد، قالت له نروحوا نقضوا شهر العسل، هما من الامارات بغاو يقضوا شهر العسل في هونغ كونغ في اوتيل فخم، وخيروا شومبرا ودخلوا، زلجت بغات تطيح عنو غرفة حبيبتي انجرحتي ولا سسرالك ولا قلبه زعمك حبس، زدتها كلمة زعماك زدتها ماشي جات هاك. اما لكن دار عام قالت لها نديروا عيد الزفاف تاعنا ولا بغيت تنشطني في نفس الاوتيل وفي نفس الشومبرا باه نتفكر لياك وناسي معليش، وفقهم ربي باه يصيبوا رقم الشومبرا غير هي، يقولوا 104 في ذاك الاوتيل. كي تنقرفت قال لها راكي عمية، دار عام خاطر من يا حبيبتي وعنق وثي راكي عمية، مازال عام زوج و14. هذا هو بركة من هذا التغروين وهذا اللعب. إنسان ينظر إلى هذه الحياة بجد. أنا لا أنفي الحب تجاه الزوجة، هذا حب طبع خاص، كل شعب عنده حب تجاه زوجته. اللبناني ما يحبش يصرح، الجزائري ما يصرحش، لكن تسيب شي بانية عندها 90 عام مع واحد عنده 80 عنده قرن، تسيب بيناتهم واحد الحب لا يعلمه إلا الله، يموت من أجلها، ولكن لا يصرح بهذا، لأن احنا في المجتمع تاعنا كاين عرف ما يسمى المروءة ولا على كل حال. لكن هذه الأخلاق قاع جاية من الإسلام، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أزواجه ويبادلهم هذه المعاملات الطيبة ويداعبهن صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول لعائشة سابقيني في غزوة بدر، قال للجيش قدموا أنا بغي نسابق عائشة، شوفوا شكون يسبق، سبقاته وعاود على سنين سبقها، قال هذه بيتك إلى آخره. هذه معاملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول للنساء تاعه من يكونوا أكرمكم الله في حالة حيض، يقول لهم مين شربتوا؟ يوروا لها القوطي من شربوا، يشرب من ذيك الرحبة ما يقولوش عافنا صلى الله عليه وسلم. شوف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قلب لا كالقلوب، قلب لا كالقلوب. ولهذا يا إخوة الإيمان لا زلنا نركز على هذه المضغة التي عليها المدار، والتي منها تنبثق الرحمة أو تنبثق الشقاوة والقساوة. قادر دارك تردها قصر لا بغى قربي، بمعاملة وابتسامة وتواضع، ويرحم ذوك اللي يدير اللي طيبوا ذلنا، ويرحم الوالدين اللي ربوا ذي القليقة. هذا زوج كلمات يحولوا البيت إلى شيء آخر. هذا هو. واحد سقسه اخ قال له علاه ما تضحكش مع زوجتك، قال انت مشغب البدا، قال له البدا، قال له حتى في الدار، قال له علاه ما تضحكش مع زوجتك، قال لها تدخلها عليا. عقليات كي دايرين الله يحفظ، هذه بقاش ما تدخلها، ربي قال هن لباس لكم وانتم لكم مخلطين، انتم راكم جسد واحد، كل عيوبك تعرفها. ولهذا رسول الله قال لك باه توزن الراجل وزنه بمرته، خيركم لاهلي، خاش مرتك تعرفك. الجار ما يعيش معاك لبدا، الصاحب ما يعيش معاك لبدا، بصح الزوجه راهي معاك في الدار تلاحظوا. وحنا كاع لا بغيت تشوف، لا بغيت هذيك الليسته اللي قلت لك ديرها، ليسته هذيك تاع تعترف وتقول شافيه لي ديفو العيوب، حاول زوجتك ديرها لك في ليله، عاد بالك تزيد ديرها لك وتنشطك. ولا لا صحيح انت اختي في الله قبل ما زوجتي كتبي لي عيوبي، تكتب لك، لانها تراك عن قرب، الكوتيديان ظل معاك. هذا هو إخوة الإيمان. نجم أنا نجي هنا قدامك في ذا الكرسي وأتزين لك وتتزين لي. ولهذا الفضيل بن عياض هو سفيان الثوري من تلاقى شا قال له باتوا يتذاكروا في الحديث، قال له نتمنى ذي الليلة تشفع لنا يوم القيامة ويثقرب بها الميزان، بتنا نهضروا على كلام رسول الله. شا قال له الفضيل بن عياض؟ هذا سفيان الثوري قال. الفضيل بن عياض قال له هاني خايف لا ذا الليله دخلنا للنار، كنا غير نسلكوا منها. قال له هذيك كيف تسلك؟ قال له بت تتزين لي واتزين لك.
بتتوري لي غير شي عندك مليح ولا نوري لك؟ هذا هو. مع الاسف هذه ما نديروهاش مع ربي، ربي نوروا له المليح والشين، ولكن يسموه الستير، يستر سبحانه وعز وجل.